يا اهلا بيكم يا شباب. من كام يوم كنت في مشوار والموبايل بتاعي فصل شحن. فجأة حسيت اني تايه ومش عارف اوصل للعنوان ولا عارف اتواصل مع حد ولا حتى عارف الساعة كام. في اللحظة دي افتكرت آية: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وأدركت إن الموبايل ده نعمة لو استخدمناها صح ونقمة لو ضيعنا فيه عمرنا. الموبايل ده يا جماعة هو خزنة أعمالك. كل دوسة صباع فيه يا إما ليك يا إما عليك. النهاردة مش جاي أقولك سيب الموبايل، ولا جاي أقولك ازاي تستخدمه بذكاء وتخلي كل دقيقة عليه تقريبا من ربنا وتخدم مصلحتك، لأن الوقت هو رأس مالك اللي هتسأل عنه يوم القيامة. من أخطر الحاجات اللي بتقابلنا في عصرنا ده هي الفضول والرغبة في حماية خصوصيتنا، وعشان كده ظهر تطبيقات كتيرة هدفها الحماية، زي تطبيق هيدن كاميرا ديليكتور اللي موجود على متجر جوجل بلاي. أه يعني التطبيق دوت وظيفته الأساسية يا جماعة انه يساعدك تكتشف لو في كاميرا مخفية في مكان غريب انت موجود فيه، زي مثلا فندق، غرفة تبديل ملابس، حمام. وده غرض نبيل جدا وهو الستر والحفاظ على الحرمات، ودي قيم دينية أصيلة. التطبيق بيعتمد على حساسات الموبايل عشان يكتشف الذبذبات المغناطيسية أو الانعكاسات الضوئية. مميزاته انه سهل الاستخدام جدا ومجاني، بيحسسك بالامان في الاماكن اللي بتقلق فيها. لكن خلينا نكون صراحة ومنصفين، زي ما بنقول الكمال لله وحده. التطبيق ده ليه عيوب، واهمها انه ممكن يديك انذارات كاذبة بسبب معادن تانية موجودة في المكان، وده ممكن يخليك تسيء الظن بالناس من غير داعي. ودي نقطة اخلاقية لازم ناخد بالنا منها جدا. لو بصينا للنوايا المطور وهو بيحاول يقدم اداة امنية، لكن خلي بالك ان التطبيقات دي بتعتمد في ربحها على الاعلانات المزعجة. وهنا بتيجي نقطة إدمان الهاتف، إنك ممكن تدخل عشان تطمن على حاجة فتلاقي نفسك سحلت في إعلانات وفيديوهات ملهاش لازمة، وضيعت نص ساعة من عمرك في مفيش. آراء المستخدمين على متجر جوجل بلاي منقسمة. في ناس بتقول إنه أنقذهم فعلا وحسسهم بالراحة، وناس تانية بتشتكي من كتر الإعلانات وإن النتائج مش دايما دقيقة بنسبة 100%. زي ما احنا قلنا، عشان في معادن وفي حاجات انعكاسات بتبقى نتائجه مش دقيقة. عشان كده نصيحتي ليك استخدم التطبيق ده كأداة احتياطية مش أساسية، ولو محتاج بدائل احترافية أكتر ممكن تجرب تطبيق فينج ده عشان تعرف الأجهزة المتصلة بالشبكة. وده مشكلته إن هو لو انت شابك على شبكة واي فاي بتاع فندق، فانت تقدر تكتشف الكاميرات بسهولة. لكن لو مش شابك على شبكة الواي فاي بتاع الفندق، فللأسف مش هتعرف تكتشفها. في هنا برضو كمان تطبيق جيلنت فايندر. والأهم من كل ده إن الله خير حافظا. خليك دايما حريص واستخدم التكنولوجيا في اللي ينفعك، وما تجعلش موبايلك يسرق عمرك في التفاهة والأمور اللي ملهاش لازمة. فاكرين الموقف اللي حكيته في الأول؟ الموبايل أنقذني لما استخدمت فيه الخريطة عشان أوصل لهدفي. خلي الموبايل دايما هو الخريطة اللي بتوصلك لرضا ربنا والنجاح في حياتك، مش الحفرة اللي بتقع فيها وتضيع وقتك. حافظوا على أوقاتكم واستخدموا التطبيقات دي بعدل وحكمة. أشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.